عمرك سألت نفسك ليه بعد كل أزمة كبيرة أو صدمة مريت بيها بتلاقي نفسك غرقان فجأة في حاجات تافهة؟ تمسك الموبايل بالساعات، بتاكل من غير جوع، أو حتى بتدخل في علاقات انت عارف إنها مؤذية. الموضوع ملوش علاقة بضعف شخصيتك، ده كيمياء دماغك اللي بتمثل عليك. انت مش بتدور على المتعة، انت بتهرب من الوجع، واقع حاليا في فخ التخدير. الحكاية بتبدأ لما جهازك العصبي بيحس إنه مهدد بسبب الصدمة، فبيقرر يدور على أسرع مخرج طوارئ عشان يغطي على صوت الذكريات اللي كانت بتوجعه. هنا بيظهر الدوبامين بس كمنقذ زائف، بيدي دماغك جرعات سريعة من الأمان المؤقت، لكنه في الحقيقة بيبنج الجرح وهو لسه مترممش، وبيسيبك في الآخر بفراغ أكبر ونظام مكسور. عشان تمشي في طريق السكينة ده وتسترد التوازن الداخلي، لازم تفهم إن الهروب بالدوبامين الرخيص هو اللي هيطول الرحلة، مش هيعالجها. ترميم الروح بياخد وقت، وإعادة ضبط كيمياء دماغك محتاجة شوية صبر، بس مجرد ما تفهم اللعبة وتتعامل مع نفسك بحنية وعي، هتبدأ تكسر الفخ ده وترجع تسيطر على نفسك من جديد. لأن السكينة الحقيقية مش إن الوجع يختفي، لكن إنك تبطل تخاف منه وتواجهه بذكاء.